ازاي تعرف اذا كان الواتساب بتاعك متراقب او لا، وهخليك برضو تعرف مين اللي بيراقبك ومكانه فين بالظبط. طيب في كذا طريقة تقدر من خلالهم ان انت تحمي الواتساب بتاعك من الاختراق. هنتكلم عن الطرق ديت واحدة واحدة وبالتفصيل، بحيث ان انت تبقى فاهم معايا وتقدر تحمي نفسك وتقدر تأمن نفسك والدنيا دي كلها. اول طريقة بقى اسمها التحقق بخطوتين او المصادقة الثنائية. دي انت بتعملها عشان لو حد قدر يوصل لكود التفعيل بتاعك او الكود اللي بيوصلك في رسالة، مش هيقدر يفتح الواتساب بتاعك الا بالكود اللي هو بتاع المصادقة الثنائية ده. والكود ده ما بيجيلكش يعني غير هي بتبقى مرة واحدة بس، وزي باسورد كده لرقمك محدش يعرفه غيرك انت. لما بتيجي تسجل دخول على الواتساب بالرقم ده او برقمك، بتبدأ ان هو يجيلك رسالة على الواتساب بتاعك. الرسالة ديت من خلالها اللي انت بتبدأ ان انت تكتبها، وبعدين بينطلب منك ان انت تكتب الباسورد او كود التحقق بخطوتين ده. وبعد ما بتكتب الكود ده الواتساب بيفتح معاك عادي جدا. طيب الشخص اللي هو اخترقك او قدر ان هو يوصل للرساله بتاعه التحقق بتاعتك او الرساله بتاعه التفعيل بتاعه رقمك، مش هيقدر ان هو يفتح الواتساب بتاعك الا بكود المصادقه الثنائيه. الكود ده طبعا هيحمي لك الواتساب بتاعك، وبيبقى زي باسورد زي ما قلنا، بيبقى ثابت وما ينفعش اللي انت تعرفه لاي حد. طريقه بقى وهي انك بتتاكد ان انت منزل اخر تحديث لنسخه الواتساب اللي معاك، وده لان نسخ الواتساب الموجوده او النسخه اللي هي العاديه بتاعه المتجر لازم تكون متحدثه ومتاكد ان انت دلوقتي على اخر تحديث ليها، لان النسخ القديمه او التحديثات القديمه بتكون اكتر عرضه للاختراق. الا بقى لما تيجي تنزل ابديت جديد او تحديث جديد او حاجه، بتبقى خلاص انت امنت نفسك، والتحديث الجديد بيبقى نازل فيه خيارات الامان والدنيا بتبقى متامنه اكتر من الاول. الطريقه الثالثه بقى اللي بعد كده، ان انت لو لقيت مثلا رقم غريب داخل بيتواصل معاك وبيبعت لك مسج وبيقول لك ان هو من فريق الدعم، وان انت لازم تبعت له كود ومش عارف ايه والكلام ده كله، طبعا ده بيكون نصب وده مش حقيقي خالص، لان فريق الدعم ما بيتواصلش مع اي عميل او ما بيتواصلش مع اي مستخدم عن طريق الواتساب ان هو يبعت لك مسج ويقول لك فيه كذا فيه بتاع. لا، ما فيش الكلام ده كله. وسيله التواصل ما بينك وما بين فريق الدعم بتاع الواتساب الوحيده هي تطبيق الجيميل. لما بتكون عاوز تبعت لهم اي حاجه بتبعت لهم عن تطبيق الجيميل. لما بيكون هم عايزين يبعتوا لك اي مسج او يردوا على اي مسج انت بعتها لهم بيبعتوها لك عن طريق الجيميل، وهكذا. لكن مفيش اي حاجه اسمها ان مثلا شخص يبعت لك يكلمك يقول لك انه من فريق الدعم. لا، ده شخص بيكون نصاب، بيبقى عاوز ياخد منك كود التحقق بتاعك بحيث ان هو يفتحه عنده ويبدا ان هو يخترقك ويفتح الواتساب بتاعك. الطريقه الرابعه بقى وهي ثغره خطيره جدا موجوده في الواتساب. الثغره دي اللي هي التنزيل التلقائي للبيانات. بمعنى ان هو انت لما بتيجي تتكلم مع حد ويجي مثلا يبعت لك صوره، يبعت لك فيديو، يبعت لك ملف او اي صور او كلام من ده، بتيجي تفتح الشات مثلا تلاقي ان الصوره دي نزلت تلقائي على جهازك، وده طبعا بسبب ثغره التنزيل التلقائي. طيب الحاجه ديت ممكن تضرني في ايه، او حوار التنزيل التلقائي ده ممكن يضر معايا في ايه؟ ممكن يضرك ان هو لو في رقم غريب مثلا دخل يكلمك بعت لك صوره محقون فيها بايلوت او تروجان، زي برمجيه خبيثه مثلا، بمجرد بس ما بتتبعت لك بيكون حجمها كبير طبعا، لان بيكون يعني بتكون محقونه بايلوت، فبالتالي هتحمل عندك ببطء. بس بمجرد ما انت تيجي تفتح الشات مثلا بتلاقي ان الصوره اتحملت، فبالتالي التروجان اتثبت على جهازك او البرمجيه الخبيثه اتثبتت على جهازك، وده هيؤدي لان خلاص الواتساب بتاعك بقى متراقب او جهازك كله بقى متراقب بسبب الخاصيه دي. فالحوار ده زي ما انت ما شايف قدامك كده، انت لازم تعمل اللي انت شايفه قدامك ده وتقفل كل خيارات التنزيل التلقائي وما تفعلش اي حاجه، سواء كنت فاتح الواتساب بتاعك عن طريق واي فاي او فاتح الواتساب عن طريق داتا او كلام من ده. لازم تقفل كل خيارات التنزيل التلقائي بحيث تبقى انت المتحكم الرئيسي في اي حاجه بتنزل او بتتحمل على جهازك. طيب بعد ما خلصنا كل ده بقى، انا محتاج دلوقتي اعرف الواتساب بتاعي متراقب ولا لا، ولا ايه الدنيا، ولا هو مثلا لو هو متراقب اعرف مين اللي مراقبني ده، وهل هقدر اوصل لمكانه لو عرفت ان هو فعلا الواتس متراقب وكده، هقدر اوصل لمكان الشخص اللي مراقبني واعرف هو مين. قبل ما نتكلم في الموضوع ده وقبل ما اقول لك اي بيانات او اي حاجه، احنا لازما في علامات الاول بتبقى باينه في الواتساب بتاعك بتعرفك من خلالها اذا كان الواتساب بتاعك متراقب وفي حد شايف المسجات بتاعتك. يعني العلامات ديت، يعني اول حاجه ان انت هتلاقي الواتساب بتاعك بيسجل خروج تلقائي لوحده كل ما تيجي تفتحه. يعني مجرد ما تيجي تسجل كده على الواتس زي ما انت ما شايف كده، بتلاقي ان الواتس جاب لك يعني خروج تلقائي من الواتس كله. تمام. تاني حاجه بقى انك هتلاقي الجهاز نفسه عمال بيسخن وبيتقل معاك في الاستخدام، وده دل على شيء، فهو بيدل ان في برمجيه خبيثه او في تروجان متثبت على جهازك، وده بيهلك او بيستهلك كميه كبيره من المعالج اللي موجود على الجهاز، فبيخلي الجهاز بتاعك بيسخن كتير او
بيخليه تقيل، لان زي ما قلنا في برمجيه خبيثه، والحاجات ديت بتضعف يعني قوه الجهاز وبتهلك في المعالج بتاعه. الحاجه التالتة بقى ان انت هتلاقي البطاريه بتاعت جهازك بتخلص في ثانيه. يعني انت يا دوبك فتحت الجهاز، يا دوب مثلا لعبت جيم بابجي او حاجه كده بتاع، لقيت البطاريه خلصت على طول. ده برضو بسبب البايلوت او التروجان اللي بيكون متثبت على جهازك، ده برضو بيهلك او بيستهلك المعالج بتاع جهازك، فبيخلي البطاريه تستنفذ بسرعه وتخلص منك. طيب وصلنا بقى للنقطه الاخيره اللي هو طيب دلوقتي الواتساب بتاعي متراقب، وانا عرفت خلاص ان الواتساب متراقب، يعني اقدر اعرف برضو ازاي مين اللي مراقبني ده، او هو واتاكد ان هو خلاص الواتساب متراقب؟ طب مين اللي مراقبني؟ طب مكانه فين؟ الدنيا دي كلها. كل اللي عليك اللي انت هتضغط على، يعني هتجيب الواجهه بتاعه الواتساب عادي، وبعدين هتدوس على الثلاث نقط اللي بيبقوا موجودين فوق على الشمال لو انت الواتساب بتاعك انجليش، لو عربي بتدوس على اليمين. بعدين هتجيب الاعدادات او حاجه اسمها لينك ديفايس، بتضغط عليها. ولو حد فتح الجهاز بتاعك بقى بيظهر لك اسم الجهاز بتاعه، بيظهر لك الموقع بتاعه. لو ما حدش فتح الجهاز بتاعك بيظهر لك كيو ار كود. الكيو ار كود ده مجرد ما بتصوره بيفتح لك الواتساب بتاعك على المكان اللي انت صورته منه. وده لما يجيب لك كيو ار كود اعرف ان انت في الامان، وان انت ما فيش حد ما اخترقك ولا حد فتح الواتساب بتاعك عن طريق الكيو ار كود او عن طريق الواتساب ويب.